تخيل معايا مستشفى تتبني عشان تنقذ الناس، بس للأسف تتحول لمصنع موت. مكان بيقولوا عليه إنه من أكتر الأماكن المسكونة في العالم. سنة 1910 في ولاية كنتاكي تحديدا في أمريكا فتحوا مستشفى ويفرلي هيلز اللي كانت مبنية في الوقت ده لعلاج مرضى السل. بيقال إن في الفترة اللي فتحت فيها المستشفى لحد ما قفلت مات حوالي 60,000 شخص داخل المستشفى. والأغرب كمان إن الجثث اللي كانت بتموت دي ما كانتش بتطلع من باب المستشفى وتتسلم للأهالي عادي جدا زي المستشفى. الجثث دي كانت بتتنقل عن طريق ممر جوه المستشفى واسمه ممر الموت. المفروض إن الممر ده كان معمول عشان يطلعوا منه الميتين، عشان اللي لسه عايشين من المرضى ما يحسوش إن في حاجة غريبة بتحصل في المستشفى أو يفقدوا الأمل بمعنى أصح. بس الرعب ما وقفش عند الموت بس، ومن أشهر القصص اللي موجودة عن المستشفى دي هي الغرفة 502. اللي بيتقال عن الغرفة دي إن في ممرضة في الوقت اللي كانت مفتوحة في المستشفى شنقت نفسها جوه الغرفة.